5 تغييرات في مباراة النادي الأهلي لمواجهة فاركو اللي هتكون يوم الجمعة الساعة 9، والمباراة اللي عليها ضغوط جامدة جدا جدا بعد التعادل الأول قدام مودرن سبورت في أول مباراة في الدوري، والهجوم بقى جامد جدا من جمهور النادي الأهلي ويستحق بعد المدرب بيعمل العك اللي عمله في الماتش اللي فات ده. فالمباراة الجاية دي في التشكيلة هيكون فيها 5 لاعبين غير ال5 لاعبين اللي لعبوا أساسي، في 5 لاعبين هيكونوا دكة. هنعرف دلوقتي ال5 لاعبين دول مين، بس لو مش مشترك في القناة اشترك واعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا نكمل. اول حاجه معانا هيكون محمد الشناوي. مش هنحط محمد الشناوي عشان شوبير غلط، لا، هو ده هيلعب ماتش وده ماتشين، ده ماتش، لازم الاثنين يلعبوا. فقائد الفريق دوره مهم جدا جدا. كلنا عارفين ان محمد الشناوي دوره كقائد في الفريق مهم جدا جدا. لما شرط القياده خدها تريزيجيه تحس ان هي تقيله عليه، لما خدها محمد هاني تحس ان هي تقيله عليه. فاحنا تحس ان الشناوي قيمته في الملعب كقائد اكتر من قيمته كحارس، وفعلا هو حارس كبير. فمحمد الشناوي هيلعب اساسي، وده مش هيلعب اساسي عشان الشناوي غلط الماتش، شوبير غلط الماتش اللي فات بالباص اللي عطاه كريم فؤاد وسببت في هدف اللي جابه حسام حسن. فالشناوي اساسي. نروح للباك يمين واللي احنا موعودين بيه على طول، محمد هاني. محمد هاني باك يمين ما يستحقش يلعب للاهلي، افضل اقولها طول ما انا بعمل فيديوهات. فهيكون اساسي محمد هاني، وانا اللي بقول لك. محمد هاني خد تحذير من ريبيرو ان هو لو ما لعبش ماتش حلو او لو كمل بالمستوى السيء ده هيكون كريم فؤاد اساسي في كل بطوله، هو يقعد دكه. فنروح اللي بعد كده السردي باك. السردي باك اللي هو مركز قلب الدفاع، عندنا فيه ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم مقدم اداء رجولي، وده اللي مخلي ريبيرو يقتنع بيه لحد دلوقتي، لانه لاعب راجل وكلنا ما نختلفش على ياسر ابراهيم. فجنبيه هيكون مين؟ جنبيه هيكون اللاعب المميز المدافع اللي بيلعب برجليه حلو، بيلعب برجليه الشمال، نسخه من محمد عبد المنعم، بيلعب براسه حلو، بيلعب برجليه حلو، ولاعب متكامل. وهو مين غيره؟ هو ياسين مرعي اللاعب اللي جاي جديد. في مين تاني؟ في محمد شكري، ولا انا بقول لك محمد شكري لحد دلوقتي واخد تحذيرات من ريبيرو، لو ما لعبش حلو كريم فؤاد. بس انا ما اعرفش دلوقتي كريم فؤاد هيلعب مكان محمد هاني او هيلعب مكان ده، يعني لو ده لعب وحش او ده لعب وحش هو هيلعب مكان مين؟ فهنروح لديانج. ديانج اللي اي واحد ما اختلف ان هو ما لعبش مكان احمد رضا اللي عمل اداء كويس جدا جدا. فاليو ديانج هيلعب الماتش الجاي اساسي، واليو ديانج ده القطعه اللي كانت ناقصه في تشكيل النادي الاهلي الماتش اللي فات، لان انت بتلعب جيم هجومي. فلو انت ما حطيتش اليو ديانج يسد لك الخانه اللي ورا دي كلها، هتحط مين؟ احمد رضا. احمد رضا بيلعب مركز 8 ما بيلعبش مركز 6، لان لو لعب مركز 6 فبيحتاج يكون الفريق في حد بيساعده في الدفاع ورا. لكن انت الباكات ذات نفسها محمد شكري محمد هاني بيهاجموا معاك قدام، فانت هتسيب ده لورا لوحده ومش هيسد، فانت محتاج دبابه زي اليو ديانج يسد. فاليو ديانج هيكون اساسي في المباراه دي. فكده التغيير معانا الاول اللي حصل ان هو الشناوي هيكون مكان شوبير، والثاني ان هو ديانج هيكون مكان احمد رضا. نيجي بعد كده لخط النص، هو مركز 8. مركز 8 فيه محمد علي بن رمضان. قدم الصراحه ماتش ما كانش حلو الماتش الاولاني قدام مودرن سبورت، لكن هو اللي هيلعب اساسي طبعا، ما فيش كلام على محمد علي بن رمضان. نروح بعد كده لخط وسط مهاجم، هو مركز 10، وهو ده اللي فيه بقى المفاجاه. مفاجاه ليه؟ لان بقول لك مش قفشه اللي هيلعب فيه زي الاداء الكارثي اللي قفشه عمله الماتش اللي فات. مين اللي هيلعب؟ اللي هيلعب فيه هو زيزو. ايوه زيزو هيلعب في المباراه دي اساسي. زيزو هيلعب مركز 10، لاني شفته في صناعه اللعب لاعب خرافي، لمسته حلوه للكوره، بيعرف يرفع، وهو فعلا اللاعب اللي هيمشي لك كوره، واللاعب اللي نفس طويل، واللاعب اللي هينفعك في خط النص مهاجم. طب مين بقى اللي هيلعب مكانه؟ كده قلنا زيزو هيلعب في خط وسط مهاجم. طب محتاجين احنا جناح يمين. جناح يمين ده هيكون يا طاهر يا تريزيجيه، بس اللي اقرب اللي انا شايفه من وجهه نظري تلعب طاهر. طب هتلعب طاهر، وفي الجنب الثاني عندنا تغيير، يبقى كده طاهر هيلعب جناح يمين مكان زيزو، لان زيزو هيلعب مكان قفشه خط نص مهاجم. طب في الجناح الشمال مين اللي هيلعب؟ تريزيجيه ولا بن شرقي؟ انا من وجهه نظري انا شايف ان انت لازم تورث تريزيجيه، لان تريزيجيه من ساعه ما جه الاهلي انا مش شايفه ماتش حلو. ايوه شوف تريزيجيه، تخيل ريبيرو لعب مع النادي الاهلي 4 ماتشات رسميه ما كسبش ولا ماتش لحد دلوقتي، يعني ريبيرو لحد دلوقتي ما كسبش مع النادي الاهلي ولا ماتش. فانا اللي شايفه ان انت تقعد تريزيجيه ونلعب بن شرقي اساسي. بن شرقي هتخلي تريزيجيه يحس كده ان مكانه هيتاخد، فيخليه يحس على دمه، يلعب بروح اكتر من الروح اللي هو بيلعبها دي. تريزيجيه كان اداؤه متراجع، والكره تجيله كان بيرجعها لخط النص. فانا شايف ان بن شرقي هيلعب اساسي. كده قلنا بن شرقي هيلعب جناح يمين. نروح بقى للمهاجم. المهاجم ده هيكون مين؟ جريديشار ولا محمد شريف؟ بقول لك دلوقتي كده المدرب ريبيرو مش مقتنع بجريديشار بنسبه 1%. انا حاسس ان ده مش مدرب، حاسس ان ده سباك جبناه للنادي الاهلي يصلح مواسير التتش. انا اللي بقول لك دلوقتي ان ريبيرو مش مقتنع بجريديشار بنسبه 1%، وجريديشار هيفضل قاعد دكه لمحمد شريف.
محمد شريف اللي بيعمل اداء مش كويس خالص، وانا بقول لك جراديشار احسن من محمد شريف. ما اعرفش ازاي انت بتستخدم محمد شريف وسايب جراديشار بره. مهاجم عنده 22 سنه ومرعب حرفيا، مهاجم عنده كتله جامده جدا، لو جات له اي كره براسه هيجيبها، غير محمد شريف اللي جات له كره الماتش اللي فات براسه استكتر ان هو يطير. يعني تخيل هو واقف كده الكره نزلت له على راسه ما طرش جابها. انا مستغرب من محمد شريف، وما ينفعش ده يكون مهاجم النادي الاهلي الاساسي. كده تكون خلصت حلقتنا وخلصنا تشكيل النادي الاهلي. قول لي بقى ده التشكيل اللي النادي الاهلي هيلعبه اساسي ولا عندك تشكيل تاني؟ لو عندك تشكيل تاني اكتبه في التعليقات، ولو مش مشترك في القناه اشترك واعمل لايك. السلام عليكم.